ادي تسبيده بسيطه كده للحروف علشان تظبط معايا الجبنه. طبعا كذا حد في من عندكم محمد اسعد وعندكم محمد مكي. يعني هي احنا بنعجن البيتزا بتاعتنا، بنعجنها بالزيت الزيتون وبنعجن بالزبده، و هي طريقه سهله على فكره، مش صعبه، بس الفكره كلها في الامكانيات وخدمه العجينه. يعني احنا بنضرب على عجان. يعني انا دلوقتي اهو ده البيتزا الكبيره، ده البيتزا الكبيره اهو. معلش انا شغال في الدقيق والعجين بايدي، بس هو ده يعني مش مفضل ليك كلفظ، يعني الكلفظ فيه مش بيبقى كويس. الجوانت بيطلع في ايدينا لما بنشتغل بيه بالطريقه دي. ده حجم البيتزا ده اللي هو دي اللي بنعملها الكبيره. الزبده برضو حاجه برضو من اللي هي بتحافظ على سوى العجينه بطريقه كويسه. ايه ده الزيتون والخضار بتاعي، فلفل وزيتون وطماطم بس. دي الحاجات اللي احنا بنحط الفراخ على طول. بحط فراخ اهي. ودي الحاجات اللي احنا متاح ان احنا نلبس لها الكرفز، يعني علشان خاطر ما تبقاش قدامنا بالطريقه دي. في العجين نفسه ما ينفعش. في العجين بيطلع معانا الكيس. نحط كميه كام؟ الموزاريلا دي في الكبيره بتاخد معايا 250 جرام 220 جرام. طريقه البيتزا سريعه وسهله، تاكل البيوت تعملها بسهوله. ممكن ندخلها الفرن يا جماعه. دي اول ما بتطلع زي كده بنديها رشه الزبده تلم الحوافر الصغيره معانا كده. ادي البيتزا. شايفين شكل البيتزا وريحتها ما شاء الله يعني صراحه. ده صوص باربيكيو مدخن، ناس كتير بتحبه على البيتزات وبيديها طعم مسكر كده، وصوص باربيكيو مدخن. شايفين شكل البيتزا. انا دلوقتي فردت العجينه بتاعتي. هو طالما انا عملت ارضيه العجينه وحطيت لها الصوص بتاعها والصلصه بتاعتها. عرفت على كل حاجه نوع. دي صلصه البيتزا. ده صوص الطماطم بتاعنا احنا بنعمله، في زعتر وفي روزماري وفي برضه زيت الزيتون، هو اللي بيطعم البيتزا معانا، وبيفضل ان احنا بنعمله خشن شويه. فتره كبيره اشتغلت في السياحه، ده برضه يعني خدت خبره من ناس كتير، برضه كان كل حد كان برضه بيفيدني بخبره يعني. انا مزبد الفورمه وادي التسويه تحت عامله ازاي. شايفين التسويه ازاي؟ عشان ملحت العجينه مستحيل، علشان درجه الحراره مهما كانت خدمه العجينه. برضو انا بستفاد بان انا ادي تسبيده بسيطه كده للحروف علشان تظبط معايا الجبنه. بيتزا فراخ دي يا جماعه، دي تشيكن ميكس، دي واخده 3 اصناف الفراخ. شفتوا زي البيتزا بتتعمل اللي هي بتجيبكم تسويه. انت طبعا الاكل بتاعك كله تسويه، مفيش حد هنا. لا ما عنديش صلاه للاسف. عايزك صوص الباربيكيو. ده صوص باربيكيو مدخن